الذنب اللي انا جاي اكلمك عليه النهارده ذنب مبتلى بيه اغلب الناس، وهو ذنب النظر الى الحرام او الاباحيه او العاده السريه، وربنا يا رب يكفينا ويكفي اولادنا واخواتنا جميعا يا رب. وجايب لك النهارده بقى هديه من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء يساعدك انك تتوب من الذنب ده باذن الله. في يوم من الايام جه للنبي صلى الله عليه وسلم شاب، والشاب ده كانت عينه رايحه جايه مش قادر يمسك نفسه، فقال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا، انا عايز ازني فاذن لي يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معاه ازاي بقى؟ لو واحد من ايامنا دي كان مسكه ووراه، لكن النبي لا. النبي صلى الله عليه وسلم فهمه الموضوع، قال له ترضى لامك لاختك لخالتك لعمتك؟ فالولد في كل سؤال من دول يقول له لا، قال له طيب وكذلك الناس. وبعد كده اداله الهديه اللي انا جاي اديها لك، حط ايده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. تاني، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. انت بقى ممكن تدعيها لنفسك بصيغه ايه؟ النفس كده، اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي. ربنا باذن الله باخذك بالاسباب واستمرارك على الدعاء ده يعينك على ذنبك. هديه من هدايا العشر الاوائل من ذي الحجه.